السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا النهاردة في شارع النبي دانيال بعد التطوير. طبعا الفيديو ده متصور قبل نوة المكنسة. زي ما حضراتكم شايفين كده ده مجسم المعالم الموجود في شارع النبي دانيال. طبعا تم افتتاح شارع النبي دانيال من أسبوعين تقريبا، وده المجسم في الكنيسة المرقسية ومسجد النبي دانيال وكمان المعبد اليهودي. ده كده المجسم موجود في أول شارع النبي دانيال وكمان قدام ساحة محطة مصر. ومعروف طبعا شارع النبي دانيال ممتد من أول محطة الرمل لحد محطة مصر وبيتقاطع مع شارع فؤاد. تعالوا بقى نشوف شارع النبي دانيال بعد التطوير. طبعا كان شارع عشوائي، كان فيه باعة جائلين، كمان هنشوف محلات الكتب بعد التطوير بقى شكلها ايه. طبعا الشارع ده كان زحمة جدا قبل التطوير، وكان فيه باعة جائلين وكمان بائعين الكتب على الرصيف، كان زحمة جدا. دلوقتي بقى من أرقى الشوارع. ودي منطقة البرديسي الأثرية العصر الروماني. يعتبر شارع النبي دانيال من أهم الشوارع التاريخية اللي موجودة في اسكندرية، طبعا كمان من أقدم الشوارع الموجودة في اسكندرية. طبعا هنلاقي مسجد النبي دانيال والكنيسة المرقسية وكمان هنلاقي المعبد اليهودي. وتم تطوير شارع النبي دانيال بتكلفة 103 مليون جنيه. الشارع ده بيحتوي على 15 مبنى تراثي، طبعا تم ترميمه دهن المباني كلها بلون موحد، وكمان تم ترميم الواجهات والحرص على لون المباني التراثية القديمة، وكمان تم الاهتمام بالمكتبات الموجودة في الشارع. وزي ما حضراتكم شايفين كده تم وضع الانترلوك بدل الأسفلت القديم. وتم تطوير المرحلة الأولى وانتهاء المرحلة الثانية، ولسه لحد دلوقتي المرحلة الثالثة بيتم تطويرها. شارع النبي دانيال ممتد من أول محطة مصر لمحطة الرمل ويتقاطع مع شارع فؤاد. ده كده شكل الشارع بعد التطوير. طبعا مفيش عربيات بتدخل الشارع خالص. قدامنا كده شارع فؤاد، وبعدين لو مشينا كده على طول هنطلع على محطة الرمل، وورانا كده محطة مصر. وده كده شارع فؤاد، وبعد كده هنعدي الشارع ونمشي كده لحد محطة الرمل. هنلاقي كمان محلات موجودة هنا في شارع النبي دانيال. هنلاقي محل عصاير، محل ايس كريم، محل ادوات منزلية، وكمان هنلاقي محلات ملابس. زي ما حضراتكم شايفين كده دي المباني الموجودة في شارع النبي دانيال، مباني أثرية وقديمة. طبعا تم ترميمها وكمان دهنوها وخلوا اللون كله لون موحد.
ودي هتبقى المرحلة الثالثة من التطوير. طبعا زي ما احنا شايفين الشارع لسه ما اتطورش، ونطلع كده على طول بقى على ميدان محطة الرمل. ده كده ميدان محطة الرمل، وده تمثال سعد زغلول. وعلى شمال الصورة هنلاقي البحر. كده جولتنا خلصت النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.